الحبيبات ديالي، اخباركم؟ نتمنى تكونوا ديما 5 اليوم كيف ما كتشوفوا عندي لكم واحد الوصفه زوينه بزاف بهذا المكون هذا الرائع. وقبل ما نهضر عليه او لا نهضر على الوصفه، الحبيبات ديالي اللي مازال جداد معايا ولا كيزوروني لاول مره، مرحبا والف مرحبا حبيبه. هبطيو بركي لي على صابوني وما تنسايليش تفعيل الجرس بهذه الطريقه توصلي بكاع الوصفات الطبيعيه اللي كنحط. وغادي نطلب منكم كاملين جدادات ولا قدانات عمروا لي هذا الفيديو هذا بلي لايك، عاونوه باش يطلع، باش يزيد، باش يبان، باش واحد اخرين يستافدوا منه، وباش حتى انا نزيد نجيب لكم المزيد من هذه الهميزات بحال هكايا. وما تنساونيش في البارطاج حبيباتي. كيف ما كتشوفوا اليوم عندي هنايا هذا المكون اللي هو حبوب اللقاح. هذا المكون الخطير اللي عنده بزاف ديال المنافع، اللي كيساعد بزاف في التسمين وفتح الشهيه، وعنده بزاف ديال المنافع الاخرى. كيحارب التعب الجسدي والخمول ومحاربه الاكتئاب والتوتر والانفعالات. كيساعد حتى على علاج حالات الامساك الشديد، وكذلك علاج بعض حالات الاسهال، يعني كيوازن في المسائل بحال هكايا. كيساعد في تقويه المناعه وخصوصا ضد الانفلونزا، وكذلك مشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز التنفسي الاخرى. وكذلك كيساعد على منع تساقط الشعر من خلال تغذيه جذوره وتقويتها، وتقليل حموضه المعده، وتستخدم كمضاد للميكروبات. وكيساعد كذلك حتى على المشكل نتاع فقر الدم. يعني مكون واحد وما شاء الله عنده بزاف نتاع الفوائد، اللي هو هذا حبوب اللقاح. كيتسمى بهذا الاسم هذا حبوب اللقاح كيف ما كتشوفوه قدامكم. كيساعد خصوصا في التسمين وفتح الشهيه. بالنسبه لهذا المكون هذا غتقولوا لي فين نقدروا نلقاوه؟ ممكن تلقاوه عند لي فارماسي، ممكن تلقاوه عند لي بارا فارماسي حتى هما كيبيعوه، وكذلك ممكن تلقاوه عند العشاب. يعني فين ما مشيتو تلقاوه معروف بهذا الاسم هذا حبوب اللقاح. يعني سيروا لهاد البلايص اللي قلت لكم غتقولوا لهم حبوب اللقاح وهما غيعرفوهم، لان بزاف اللي كيجيو شي اسئله من بعد فين هذا السميه كيف عندنا في بلادنا، لان انا ما كنعرفش كل بلد شنو الاسم اللي كيسموه معروف بحبوب اللقاح. مازال كنوريها لكم. مهم راه ما غالياش، ما كذبش عليكم، ما بقيتش عاقله بالضبط بشحال شريتها، ولكن الثمن راه ما غاديش، يعني ماشي شي حاجه كبيره. اول حاجه غادي نقول لكم هذه الوصفه هذه لمن تصلاح ولمن ما تصلاحش. بعدا تصلاح للكبار والصغار، نساء ورجال، يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه هذه، الا المراه الحامل والمراه المرضع ما يستعملوهاش، لان هاد حبوب اللقاح خاصهم يتجنبوا ما يديروهمش، ما خصهمش يديروهم نهائيا. يعني بالنسبه للمراه الحامل والمرضع الا بغيتي حبيبه شي وصفه ماشي مشكل، سيري غير القناه في جهه لي فيديو غادي تلقاي بزاف ديال وصفات التسمين. المهم انا في كل وصفه كنقول واش تصلح لكم او لا ما تصلحش. مازالين كاينين مكونات اخرى اللي غادي نضيفهم، غير انا شرحت لكم المنافع ديالو، وهانتوما هنايا راه طبيعي 100%، يعني حاجه اللي مزيانه. المهم هاد الحبوب اللقاح هذا غادي نخلطوه. اول حاجه ياغورت كريمي، انا استعملت هذا دانيت. اي نوع نتاع الياغورت كريمي عندكم من الاحسن. لا ما عندكمش ممكن تستعملوا الياغورت العادي، غير هو واحد الحاجه كاين فرق بين الياغورت الكريمي والياغورت العادي، لان هذا كيساعد في التسمين اكثر. المهم قلت لكم اي نوع نتاع الياغورت كريمي، هذا اللي استعملت دانيت، اولا مثلا في المغرب عندكم بيرلي، المهم في الدول الاخرى اي نوع نتاع ياغورت كريمي. انا ما كنعرفش الانواع اللي كيكونوا عندكم، راه نتوما غتكونوا عارفين هذا الشيء هذا. المهم اي نوع عندكم ياغورت كريمي، حتى لما توفرش ياغورت كريمي ممكن يا حبيبه ديريها غير بالياغورت العادي، غير ما يكونش مسوس، ما يكونش بدون سكر. ديريه باي نكهه بغيتيها، ماشي ضروري تقيدوا بهذا الشيء هذا اللي درت. هادشي انا حيدت له السميه باش ما تبقاوش تابعين هذا الشيء اللي درت. حتى الا ما بغيتوش ديروا ياغورت، بغيتو ديروا الحليب، من الاحسن ديروا حليب كامل الدسم. ما عندكمش حليب كامل الدسم ماشي مشكل، ممكن ديروا غير الحليب العادي، غير هو حليب الكامل الدسم كيكون فيه سعرات حراريه زايده، يعني كيزيد في الوزن بواحد النسبه اكثر. الحبيبات ديالي عندي هنايا اول حاجه حبوب اللقاح هو اللي غنستعملها. غادي نستعمل منه معلقه صغيره. البنات ما تمشيوش ديروا كتار من هذا الشيء هذا الكميه ديالو معلقه صغيره في النهار ماشي اكثر. غادي نضيفو هنايا، يعني ما ديروش اكثر، يعني معلقه في النهار. بالنسبه للناس الكبار مازال اللي بغى يعطيه للاطفال او للبنيات الصغار مازال غادي نقول لكم شنو غادي ديروا. كاين اضافه اخرى اللي هي الزنجلان او السمسم، وهذا ممكن تستعملوه هكا، ممكن تستعملوه مطحون. انا غادي نستعملوه مطحون غير باش وريت لكم. بغيتو تحمروه حمروه غير شويه ماشي بزاف، باش يساعدكم في الطحن ديالو. ما تحمروش بزاف باش ما تمشيش منه المنافع ديالو.
انا هنايا سبق لي طحنتو، يعني غديروا واحد الكميه وغادي تطحنوها. منين تسالى لكم غتعاودوا ديروا بها. غادي ندير منها معلقه كبيره. هذا الزنجلان او السمسم درت منه معلقه كبيره. بالنسبه للزنجلان ممكن تزيدوا اكثر الا بغيتوا. بالنسبه تقولوا لي حبوب اللقاح درناهم ما مطحونيش، ما كيتطحنوش، راهم كيذوبوا هما بوحديتهم، غادي يذوبوا في هذا المكون هذا، يعني ما كنحتاجوش نطحنوه. خلطوا غير شي شويه هكايا. المهم الا شفتوا هادشي هذا غيطيح لكم غيسيح، ديروه في شي زليفه وخلطوا. كاينه واحد الاضافه اللي الرجال اولا الدراري الصغار ما يستعملوهاش، ممكن البنيات الصغار نعطيوها لهم يستعملوها، ولكن الذكور بصفه عامه ما يستعملوهاش لحقاش ما تصلحش ليهم. كتزيد في المناطق الانثويه اللي هي حبوب الصوجا او الصوجا او فول الصويا. هانتوما كتشوفوه معروف بهاد الاسماء هادو، فين ما مشيتو تلقاوهم عند اللي كيبيعوا المواد الغذائيه اولا عند العشابه، فين ما مشيتو تلقاو هاد حبوب الصوجا. هاد حبوب الصوجا راه خطير خطير، كيعطي بزاف المناطق الانثويه. قلت لكم الذكور ما يستعملوهاش، النساء بصفه عامه يمكن لهم يستعملوها. انا غادي نستعملها هنايا مطحونه، ما غاديش نديرها، غندير منها معلقه صغيره. ها هي مطحونه شويه وغادي نخلط الوصفه ديالي هذه. قلت لكم الرجال يكتفيو غير بداكشي الاخر، ما يضيفوش الصوجا. وبالنسبه للدراري الصغار البنيات الصغار الكميه اللي نعطيهم غادي نعطيهم نص معلقه صغيره من حبوب اللقاح، في معلقه صغيره من الزنجلان او السمسم، ونص معلقه صغيره من الصوجا. انا قلت لكم دابا الكميه اللي نعطيوها للصغار، يعني ديما الصغار كياخذوا نص الكميه ديالنا. هادشي كله هذا غادي تخلطوا لهم في واحد العلبه نتاع الياغورت او زبادي. انا شرحت لكم كل شيء الحبيبات ديالي. الوصفه ديالي هي هذه واجده. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها غادي تاخذوا هاد الكميه هذه مره في النهار. من الاحسن من الافضل تاخذوها من مور العشاء، يعني قبل ما تنعسوا. فديك الفتره مزيانه، يعني في الفتره نتاع الليل حتى الجسم ديالنا كيساعد على بحال هاد المسائل هذه. المهم قلت لكم مره واحده في النهار. بغيتوا تكثروه، المهم هاد حبوب اللقاح خصنا غير معلقه صغيره في النهار، ماشي كثر، ما تكثروش منها البنات. فاش تكون شي حاجه اللي تقدروا ديروها ضعفوا الكميه ديالها كنقولها لكم، ولكن هذه معلقه صغيره في النهار كافيه، ما تكثروش منها. انا قلت لكم الفوائد ديالها، يعني حاجه اللي مزيانه بزاف. غادي تقولوا لي المداومه وشحال نداوموا عليها. شوفي حبيبه غادي تداوميها ان شاء الله حتى توصلي للنتيجه اللي انت بغيتيها. بغيتي تنوعي في الوصفات سيري غير القناه، غتلقاي بزاف وصفات التسمين. سيري في لي فيديو بقاي هابطه غتلقاي بزاف وصفات التسمين اللي جابوا نتيجه مع بزاف الناس الحمد لله. المهم كلهم انا كنوع بهذه الطريقه هذه باش الناس ما يملوش من وصفه واحده. كاينه اللي عندها هذا المكون وما عندهاش مكون اخر، باش اللي بغات شي حاجه تلقاها ان شاء الله. هذا علاش كنوع لكم في الوصفات. وبالنسبه للنتيجه ما كنبغيش نعطيك واحد الوقت محدد، ديما كنقول لكم قبل ما تبداو الوصفات نتاع التسمين بصفه عامه وزنوا راسكم وداوموها واحد الاسبوع ل 10 ايام، وعاودوا وزنوا راسكم وانتم غتشوفوا الفرق بعينيكم. ماشي تمشي تشوفي راسك في المرايه وتقولي ما بان لي والو. الفرق راه غيبان لك في الميزان ماشي في المرايه، لان في المرايه ما غتعطيكش بالضبط، ولكن الميزان غياكد لك شنو تزاد فيك. المهم هذا الاسبوع هذا الا كنتو وصلتوا لداكشي اللي بغيتو، هي ما وصلتوش كداوموا على الوصفه حتى كتوصلوا للنتيجه اللي بغيتو. لحقاش كل وحده وشحال باغا تزيد، كاينه اللي ضعيفه بزاف، كاين اللي باغا تزيد غير شويه، كاين اللي باغا تزيد بزاف، يعني الناس كتختلف. انا ما يمكنليش نعطيك واحد الوقت محدد ونتسمى كنكذب، باش نكون واضحه معكم. الحبيبات ديالي كنتمنى اللي بغات شي حاجه يا ربي يعطيها ليها ويحققها ليها. ما تنساونيش الحبيبات ديالي في لي لايك وفي البارطاج. ما سخيتش بكم الغزالات. غادي نخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شي وصفه من وصفاتي الطبيعيه. سلامه.